صباح السعادة وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل مهما كان مهما كانت الظروف. عيد سعيد، افرحوا بالعيد. بكرة يوم عرفة، فرصة ما تتعوضش. بس احنا في الفيديو ده هنتكلم عن حاجات مهمة لو انت ناوي تضحي السنة دي وناوي تفرق لحمة السنة دي، علشان بإذن الله ربنا يتقبل يا رب منك إن شاء الله. أول حاجة، عايزين نلغي من حياتنا كلمة محتاجين وفقراء ومساكين. بلاش نجرح شعور الناس، خلينا نسميها المستحقين. يعني احنا مش هنقول لهم كده، بس بيننا وبين بعض كده ومن جوانا نبقى مقتنعين ان دول المستحقين. نلغي بقى كلمة الغلابة والفقراء والمساكين، كلنا مساكين وغلابة لله، فنلغي الكلمة دي من حياتنا. خليك مقتنع دايما ان الله طيب لا يقبل الا طيب. ربنا، احنا مش بنطلع الأضحية ومش بنطلع اللحمة دي للناس، احنا بنطلعها لله. احنا بنتقرب لربنا. احنا كل املنا في الدنيا ان ربنا يقبل مننا القليل اللي بنطلعه ده، لان هو الغني ومش محتاج لنا اصلا. فربنا طيب لا يقبل الا طيب. يعني تنقي اضحية حلوة جميلة، صحتها كويسة، مش حولة، مش متعورة، مش خرصة، مش مخبوطة. ما تسترخصش واللي عند ربنا ما بيروحش. فربنا طيب لا يقبل إلا طيب. نيجي لحاجة خطيرة جدا ما بناخدش بالنا منها، وهي إن إحنا بنتعامل مع ناس بس إحنا بنتقرب لربنا. طب ربنا ما بيحبش كسر الخواطر، ربنا ما بيحبش المن والأذى. المن ان انت تمن على حد وكأنك يعني بتتفضل عليه خالص. المال مال ربنا، واحنا بنطلع من فلوس ربنا اللي اداها لنا على الناس اللي ربنا قال لنا نديهم المستحقين، وكل املنا ان ربنا يقبل. فبلاش بقى نلف الحاجة في ورق، نطلعها في اكياس اي كلام، نقطع حتة لحمة وحشة. لا، احنا بصوا، احنا بنعمل ربنا حاجة تطلع كأن الراجل ده شاريها من عند الجزار. وبلاش الناس وهي بتدي الناس الحاجة تزعق لهم، كله هياخد بس اقفوا عدل، تكشر في وشهم. يبقى عندك من جواك احساس المن. لو انت نازل بتوزع بعربية، ما تستناش الناس هي اللي تجيلك، انزل انت روح لهم. على فكرة انت اللي محتاج لهم اكتر ما هم محتاجين لك، لانك عايز ربنا يقبل منك. فبلاش من وبلاش اذى. تعاملوا مع الناس دي بكل احترام، لأن الناس دي لو اتبسطت ورضيت ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا من وسع يا رب. في حاجة خطيرة برضو، هي الناس اللي بتبيع أجزاء من الحيوان أو من الأضحية، بالذات الفروة. اوعى تبيع أي حاجة من الفروة، اوعى ما تبيعش أي حاجة من الفروة، لأن وانس إن أنت بعت كده يا معلم خسرت السوق. كله لوجه الله، كله لوجه الله، وربنا يتقبل يا رب. حاجة مهمة أنا عارف إن كلنا عارفينها بس لازم ننبه عليها. الآية بتقول إيه؟ فصل لربك وانحر. الأضحية ميعادها بعد صلاة العيد، يبقى نصلي العيد كده زي الشطار ونذبح الأضحية وربنا يتقبل يا رب بإذن الله. وتاني وتالت ورابع وعاشر، ده عيد. بلاش نكد، بلاش مقابر، بلاش ذكريات نكد. مهما كانت الظروف افرحوا، لان احنا مأمورين اننا نفرح، مأمورين. واحنا بنعظم شعائر الله ونروح نصلي ونكبر ونسلم على بعض، والمتخانقين يتصالحوا. ويا ريت يعني يبقى احلى عيد علينا كلنا وما نزعلش بعض. وربنا يتقبل منكم يا رب. وصباح السعادة.